كانت فين الفكرة دي من زمان؟ ياما ضيعنا وقت ومجهود علشان ناكل شوية ليمون مخلل كده بمزاج، حاجة كده بالعصفر وحبة البركة والجزر. كنا نقعد بالشهر عشان نعرف نفتح على برطمان الليمون ونعرف ناكل منه، ساعات يطلع مزز وساعات يطلع كمان لسه مش مستوي. جبتلكوا اسهل طريقة ليمون وهتاكلوه وقتي، يعني هتاكلوه في ساعتها وكأنكم خزينينه بقالكوا شهر او شهرين. انا جبت كيلو ليمون ولازم تكون القشره بتاعته صفرة وناعمه. سلقته نص ساعه بالظبط على النار. بعد كده طلع قشرته بقت طريه معايا وبقت تمام. جبت الكبه او الخلاط ايا كان اللي عندك. هتحطي الليمون كما هو كما هو، لا هتشيلي بذر ولا حاجه. هتديله نص ضربه بس يا ست الكل، مش هتزودي عن كده. انا عايزه يبقى فيه لسه القشره بتاعته كده يا دوبك متقطعه 4 ارباع بس، يعني هي نص ضربه. بصوا تتشد معايا بكل سهوله. نيجي بقى على الخلطة بتاعتنا المعتادة زي ما انت عايزة. ده بعد ما ضربت نص ضربة. الكيلو بياخد معلقتين كبار من الملح، ما تزوديش عن كده. عندك بقى معلقتين كبار عصفر على معلقة حبة البركة، دي حاجة اختيارية وبتاعتك. برضو الفلفل، شوية فلفل كده حلوين محترمين، حوالي ربع كيلو فلفل أحمر حامي أو عادي، يعني حسب الرغبة برضو. ده برضو شوية جزر كده حلوين، حوالي ربع كيلو، بشرتهم أو خلطتهم في الكبة. وشوية برضو فلفل أخضر، وكله اخلط كله مع بعضه. قلب 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 كده. خلاص تصدقوا ان الليمون كده اتخلل؟ والله هتاكلوه وقتي في نفس اللحظة ونفس الدقيقة. كده خلاص عندك البرطمان بتاعك غسلاه ومنشفاه ومجففاه. هتحطي فيه الليمون، ولا هتحط خل ولا هتحط اي حاجه. هتحط له شويه حوالي نص كوبايه من الزيت او كوبايه من الزيت حسب ما يتغطى معايا، لازم يكون مغطي معايا لحد فوق، ما بياخدش زيت كتير. بس كده وكليه. انا صدقوني اكلته في ساعتها، في ساعتها كده مع شويه فول، كانوا احلى ليمون مخلل كلته في حياتي. والله العظيم لا مزز ولا بيجس كده في السنين ولا اي حاجه. خطير، رهيب. اظن ما خدش معاكم وقت خالص ولا مجهود. ومفيش اكتر منه في السوق دلوقتي، يعني كيلو ونص ب10 جنيه. هتوفري. قومي بقى اعملي لك بقى كيلو واتنين او تلاتة ينفعوكي في شهر رمضان. شهر رمضان خلاص قدامه كام شهر ويجي. وكل يعني خطير، وكل ما بيقعد بيحلو اكتر صدقوني. يعني عاملاه بقالي اسبوعين، كل ما بيقعد بيبقى احلى واحلى. يا رب يكون الفيديو عجبكم وشيروه بقى عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. وكان معاكم سوسن سليمان. باي باي.